أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟ نعم، إذا وافق صلاة العيد وصلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي ظهرا، عليه يصلي ظهر إن تيسر جماعة صلىها جماعة ولا صلىها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل. فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلىها ظهرا. وإن صلى مع الناس الجمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة على أهل المساجد، يقيموا الجمعة بمن حضر، ومن لم يصلي معه صلى ظهرا. طيب، جزاكم الله خيرا. إذا اتفق العيد والجمعة فهل تسقط صلاة الجمعة والخطبة؟ نعم، إذا اتفق العيد والجمعة فقد ورد في حديث إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان والظاهر أن به ضعفا وإنا مجمعون، فمن أحب أن يحضر فليحضر. ثم أيضا ثبت أن الناس انتظروا عبد الله بن الزبير ليخرج إليهم، وكان أمير مكة، بل كان الأمير فلم يخرج إليهم. وبعد ذلك سئل ابن عباس فقال أصاب السنة، لكن لا يسقط الظهر، فمن لم يحضر فمن حضر فتجزئه، ومن لم يحضر يصلي ظهرا. إذا وافقت الجمعة يوم العيد فضيلة الشيخ ما العمل؟ الجمعة لا تسقط، لا بد أن تصلى إذا حضر العدد المطلوب لصلاة الجمعة وهو 3 فأكثر، فإن الإمام يصلي بهم. وأما من حضرها من غير الإمام من المأمومين فإنه يسقط عنه حضور الجمعة. نعم. إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يكون العمل؟ العمل أنه حصل للمسلمين عيدان، عيد الأسبوع وعيد رمضان، فمن حضر صلاة الإمام سقط عنه حضور الجمعة ولكن يصلي ظهرا. أما الإمام فيجب عليه أن يجمع، والمساجد الأخرى لا تقيم الظهر، يعني ما نقول المساجد الأخرى أذنوا الظهر صلوا ظهرا، ولكن نقول احضروا إلى الجامع. ومن لم يحضر وقد حضر مع الإمام صلاة العيد فيصلي في بيت أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك. المهم لا تقام المساجد إلا مساجد الجمعة فقط يوم العيد، تقام الجمعة، فمن حضرها فهو أفضل، ومن لم يحضرها لم يأثم إذا كان قد حضر صلاة العيد، ولكن على من لم يحضرها أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت ولا بد منه.